يا شباب هنعيد تاني. احنا كنا بنقول ان انا عندي ايه؟ كسر اعتيادي وكسر عشري. الكسر الاعتيادي اللي بيبقى ليه ايه؟ بسط ومقام، ليه بسط وليه مقام. الكسر العشري اللي هو عنده علامة عشرية. تمام. مثال على الكسر الاعتيادي 3/5، ومثال على الكسر العشري 2/10. عايزة اضرب الكسر الاعتيادي كسرين اعتياديين في بعض، 1/2 في 2/4. اضرب بسط في بسط ومقام في مقام. البسط احطه في البسط والمقام احطه في المقام، ولازم اخليه لابسط صورة. تمام. في ناس ممكن تضرب الاول وبعدين تختصر، وفي ناس ممكن تختصر الاول. بختصر ايه مع ايه؟ اي بسط من الاتنين دول مع اي مقام من الاتنين دول. يعني الاتنين دي ينفع مع البسط ده، والواحد ده لو كان ينفع يعني في حاجة ينفع مع ده او ده. يعني الاتنين تنفع مع الاربعة. ممكن كنت اقول ايه؟ على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الاتنين. هي او كنت اقول الاتنين مع الاتنين وطيرهم مع بعض. الاتنين واحد. يعني البسط مع مقامه او مقام البسط اللي قدامه، والبسط التاني مع مقامه او مقام البسط اللي قدامه. تمام. طب بالنسبة للضرب هنا، بشوف باخد الارقام الصحيحة اللي هي 2 وهنا 3، واعد العلامات العشرية، هنا علامة وهنا علامة، يبقى الرقم الناتج هيبقى بعد علامتين. طب 2 في 3 بكام؟ ب6. هحط ال6 وهمشي بعدها. ادي العلامة المفروض هنا، هعد ادي علامة 2، هحط العلامة واي مكان فاضي بحط مكانه صفر. تمام. بقت 6/100. 2/10 في 3/10 اديني 6/100. مثال تاني، 1 و2/10 في 3/10. هنا علامة وهنا علامة. هضرب 12 في 3 يديني 36. علامتين، 36 بعد علامتين. هاجي من هنا كده من على اليمين كده من الفراغ هنا وأعد. أدي علامة 2 أهي العلامة وأدي الصفر بتاعي. يبقى 1 و2/10 في 3/10 تديني ايه؟ 36/100. طب القسمة، هقسم الكسر اعتيادي على كسر اعتيادي. 2/3 على 3/9. بحط الكسر الأولاني زي ما هو، وبعدين أخلي القسمة ضرب، وبعدين بقى شقلب الكسر التاني اللي هي 9/3. طيب بعدين أرجع أضرب ايه؟ بسط في بسط ومقام في مقام. ممكن أختصر الأول. يعني هنا اختصرت هنا على ال3 فيها الواحد، على ال3 فيها ال3، وبعدين اختصرت ال3 دي مع ال3 دي، بقى معايا 2. طب لو كنت ضربت الأول كان هقول 2 في 9 ب18، و3 في 3 ب9، 18 على ال9 فيها الاتنين برضه. طب القسمة هنا، القسمة في الكسور العشرية، هنا 121 على 11/100. ببص على المقسوم عليه. المقسوم عليه عدد عشري، أنا ماليش دعوة بالمقسوم، أنا ليا إن المقسوم عليه يبقى إيه؟ عدد صحيح. فهضرب المقسوم عليه ده هنا علامتين، يبقى هضربه في 100 عشان يبقى عدد صحيح. 100 في 11/100 يديني ايه؟ 11. معنى كده و100 في 121 يديني ايه؟ 12100. 12100 على ال11 هنزل الصفرين. وفي دماغي كده انا فاكرة ان 121 على 11 فيها ال11. يبقى 12100 على ال11 يديني ايه؟ 1100. طب كنت بفكركم بضرب الكسور، بالضرب في 10، ضرب الكسور العشرية في 10 وقسمتها على 10. لو هضرب هحرك العلامة يمين، لو هقسم هحرك العلامة شمال. بحركها بعدد خطوات ايه؟ عدد الأصفار. يعني هنا في صفر وواحد، فأحرك العلامة يمين حركة واحدة، مرة واحدة. طب لو كان في هنا صفرين يبقى حركها مرة كمان. طب المكان اللي فاضي أحط فيه صفر. يعني دي لو كانت 101.2 في 100 هتديني 120. تمام. تمام. طب القسمة بمشي ايه؟ شمال على حسب عدد الخطوات. دي لما كانت 2 صفرين 100 هنا عملت ايه؟ مشيت خطوتين. العلامة كانت هنا، مشيت ادي خطوة وادي التانية، وحطيت العلامة اللي في النص. هحط ايه؟ صفر. بقت 101.2 على 100 فيها ايه؟ 12/1000. لغاية هنا الجزء ده تمام. تمام يا شباب آدم ومحمود. تمام. طيب حلو أوي. ده مختصر الضرب والقسمة في الكسور الاعتيادية والكسور العشرية. تعالوا نشوف هو كان جايب لنا عليها ايه.
يلا يا محمود، ثانية واحدة بس الشاشة اهي خلاص. رقم واحد بيقول لي ايه؟ كل الأعداد التالية تحقق لا المتباينة. احنا حليناه ده خلاص. اللي صح. امم موجود حاصل ضرب ما يلي 2 على 3. 2 على 3 على 1 على 6. 3 في 4 على 1. 2 على 3 في 6 على 1. نختصر 6 و3. التلاتة ماشي، هتبقى يبقى 4. برافو عليك، ممتاز. رقم بي يا آدم. تمام. اسم واحد. نص على 4. 2. نص على 4. هثبت الأولاني 1 على 2 وهقلب الإيه دي ضرب. طب دي مقامها 1 تبقى 1 على 4 صح؟ اه يبقى تطلع إيه؟ تبقى 1 على 8. 1 على 8. اللي بعدها يلا يا محمود. 24 على 8. هي تبقى 18 في 2. 2 في 8 ب16. 6 ومعاك 1. 2 في 8 ب16. 6 ومعاك 1. 2. 1 36. 9. بس هتأكد 9 على 22 في 33 على 18. 18. هنختصر 33 على 11 و22 على أيوة، 11. دي 3 ودي 2. 9 في 3 ب27. على 9 و2. دي، على 9 فيها ال1 على 9 فيها ال2. صح. في حاجات هنا اختصرها. آه. ماشي. هي هتبقى 27 على 36. ولو هنختصر هتساوي ثانية. على 3 فيها 9. على 3 فيها 12. ال12 9 على 3 فيها 3. أو على 3 فيها 4. 3 على 4. 3 على 4. كنت قسمت على 9 على طول. ماشي، تعال نشوف الأسئلة اللي بعدها. ضرب الكسور العشرية. يلا ايه ده؟ 5.4 في 5 من ايه؟ من 100. 5 و4 من 10 في 5 من 100. تمام. كنت بعمل ايه؟ 5 و4 من 10.
هنزل 5.4 من 10. فأنا قلت بقى إيه، الأول هعد الإيه العلامات، دي علامتين ودي علامة، يبقوا كام علامة؟ 2 علامتين. دي علامة وده علامتين 3. 3. يبقى أنا أعرف إن الرقم بتاعي يبقى بعد إيه 3 علامات. طب وبعدين هاخد الرقم الصحيح، 54 في 5. اضرب تمام. 54 في 5. ماشي، هضرب 54 في 5. أكتب على الشاشة بقى. ماشي. 4 أضرب 4 في 5، 20. 2. 5 في 5 25 و2 27. 270 يعني. 270 يا ناس. 72. 270. 270. اه. أيوة ماشي، وبعدين بقوم حاطط أحط بقى العلامات بقى. بعد 3 أرقام هتبقى 270 من 100. والزيرو ده أصلا مش هيبقى 270 من 100. 27. 270 من 1000 بقى، اللي هي 27%. اه. ماشي. اللي بعدها يلا يا محمود. أنا هجيب 3.6 في 1.5. زائد 1.6 كده 0.6 8 6 و8 14. 4 معايا الواحد. 1 2 2 و3 5. وأنا العلامة بعد الرقم وأنا بعد الرقم بعد الرقمين، يبقى 45 من 45 أو 5.4 من 10. تمام. اللي بعدها 5. يلا يلا. اللي بعدها ايه ده؟ مس بيسأل 2.7 من 10 ده. في 3 من 10. 3 من 10 ماشي. العلامة هتبقى بعد علامتين. نضرب 27 في هنضرب 27 في 3. تمام. أعرفها ماشي. 27 في 3. تمام. 7 في 3 ب21. مم. نحط الواحد ونحط هنا الاتنين. 3 في 2 ب6. 6 و2 ب8 هتبقى 2 و 80. 2 و80. 2 و80 و 80. 2 و 80 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 و 80
والعلامة بعد رقمين هتبقى 82 من 100، 82 من 100. ايه 82 ازاي وانت لسه ضارب 3 في 7 ب21؟ واحد قصدي 81%. يعني أصل أنا شفت اسمين ده، بس أنا خدت في ماشي. الزوم وحش، شفت طيب انا عايزة احاسبكم يعني هديكوا ده كده واجب. اخيرا لقينا حاجة نحلها واجب. هبعتها لكم، وبرضو التدريب ده برضو واجب عشان نتدرب على الاسم. احنا شرحنا كل ده دلوقتي صح؟ اه خلاص كده والتدريب اللي فوق خلاص ده. بس. اه خلاص، بس انا هاخد بس كده. تمام. انا بس ممكن الخميس مش هعرف اديكوا الخميس. لو فاضيين بكرة